تلوين البيض أو رسم على البيض، العادة دي بدأت عند الفراعنة من 5000 سنة. يقال إن الفراعنة كانوا بيلونوا البيض ويرسموا عليه، بيرسموا عليه أحلامهم وطموحاتهم وأمالهم، وبيضعوا البيض في الشمس في سلال مصنوعة من السعف، بيضعوها في الشرفات التي تسقط عليها الشمس كي يحقق لهم الآلهة ما يتمنونه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله. النهاردة هنلون ليكم البيض بطريقة حلوة جدا عشان تستخدموه إن شاء الله في عيد شم النسيم أو أعياد الفصح وأعياد الإخوة المسيحيين. كلنا كمصريين النهاردة أو الأسبوع ده محتفلين مع بعض. ربنا يعود علينا وعلى على المجتمع كله بالخير والسلام إن شاء الله. المهم إن إحنا عاوزين نفرح أولادنا بأي حاجة كده، يصحوا يلاقوا أي حاجة جديدة في حياتهم، فهنلون البيض بقشر البصل بس بطريقة مبتكرة شوية، وإزاي نخليه يوصل للنتيجة اللي انتوا شفتوها في أول فيديو. كمان انت ممكن تعمليه أحلى من اللي أنا شفته ده، وهقول لكم على طرق تانية إن شاء الله تلوني بيها البيض يعني. بصوا يا ولاد، انتوا طبعا هتجيبوا قشر البصل، ولو حبذا كمان لو عندك كان البصل اللي هو البصل الاحمر هيبقى كمان اجمل معاكي. وبعد ما قطعته بالمقص زي ما انتوا شايفين كده، هقطع شويه ورق ابيض بنفس الشكل، قطع صغيرة جدا. لو ايدك يعني لو فاضية قطعي، حاولي تقطعي اصغر من كده، هيطلع معاكي الشكل جمالي باكتر من كده واحلى من كده. لكن انا كنت مستعجلة شوية فقطعته كده. فاضية شوية وعندك وقت، يعني حاولي انك انتي تتك شوية على القطع بحيث البيسز بحيث انها تطلع اصغر من كده، وهيطلع معاك الشكل جمال اكتر من كده قوي قوي. ان شاء الله الفكرة هتعجبكم، وانا بحاول ان انا انزلكم كل ما هو جديد ومفيد على القناة، فحاولوا انكم تفعلوا زر الاشتراك واللايك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. ان شاء الله تكون قناة مفيدة، وهنأتي بكل ما هو جديد ومفيد. عندي طبعا انا جايبه 4 بيضات. طبعا البيض عشان جديد يا ولاد هقول لكم تعملوا له ايه عشان السلق يبقى معاكي النتيجه فعاله. بص عندي شراب من هو بتاع الحريم اللحمي، او عندك لو عندك قماش من الشاش، يعني شراب او قماش من الشاش. الشراب ده نظيف انا ما استخدمتوش. بصوا كده هقطعه على قد البيض، وطبعا هبل البيضه ميه عشان يلزق فيها قشر البصل والورق اللي انا مقطعاه، واحاول ان انا البيضه داخل الشراب اغلفها كويس بقشر البصل والورق. هتدينا نتيجه فعاله قوي وحلوه قوي. طبعا انا ممكن استغنى عن الخطوه دي واعمل البيض بلون واحد بس. ممكن تحصل على اللون اللي هو اللون الحمصي، بس لو حطيت البيض في يغلي مع قشر البصل فقط. لو حطيتيه يغلي مع قشر البصل فقط هتحصلي على لون اصفر حمصي، هيديكي لون حلو قوي. كمان انا بعمله الاولاد، وممكن تعمليه في الكركديه فقط هيديكي اللون اللي هو الموف. دي طرق حلوه قوي انك انتي تلوني بها البيض، وطرق طبيعيه كمان. يعني احنا عايزين حاجات طبيعيه، حاجات ما هياش مضره صحيا، عاوزين حاجات ايه صحيه وطبيعيا. في ناس بتزعل مننا لما نقول عيد شم النسيم او عيد الإخوة المسيحيين. احنا بص يا جماعة عايزين الحياة كلها تبقى أعياد. سبحان الله، ربنا ما بيحسبش الإنسان إلا على النية. احنا بصوا كده يا جماعة. طبعا أنا حطيت شوية ملح، معلقة خل، شوية كركديه. بغلي طبعا الخل والكركديه والملح، وبعد كده هحاول ان انا اسقط فيهم البيض. خلي بالكم البيض ده انا ربطته كويس بالاستيك، واحرصي ان الشراب من الداخل يبقى فيه موجود فيه ايه يا جماعه، موجود فيه الكميه من ورق البصل والورق اللي احنا قطعناه كويسه، عشان تحاول تديكي اللون. كل طبعا ما هتكتري كل ما اللون يبقى ضاغط عندك وزياده. نزلتهم وهسيبهم حوالي من 10 ل 12 دقيقه. طبعا بعد كده هحاول ان انا انزلهم في الميه البارده عشان خاطر ايه طب احنا حطينا ليه الملح والخل في الميه السخنه عشان لتثبيت اللون يا جماعه، واللون ما يطلعش بسرعه. على فكره انا اللي بقالي سنين بعمل العاده دي، او بحب الون البيض في شم النسيم. بص يا جماعه حاولوا انكم انتوا تدخلوا اي حاجه جديده في حياه اولادكم.
يوم جديد، شيء جديد، أي حاجة كده تفرح الأولاد، بتغير من الروتين والزهق اللي احنا عايشينه. يعني لون البيضة مش هيتكلف معاك، مش عاوزة تعملي التكلفة دي كلها، حطيها في قشر بصل، قطع قشر بصل حطيها في قشر بصل، حطيها في كركديه. بس بصي هنا الشكل طبعا شكل هيلغريفي شوية وشكل جميل جدا، سريالي شوية، فهيطلع معاكي الشكل حلو قوي. بصوا الاشكال حلوة ازاي، هوريكم بقى البيض حلو قوي. فاتمنى انكم انتوا تجربوا الفكرة دي مع اولادكم. ممكن تعملي العكس بقى، تحط الكركديه من الداخل وقشر بصل من الخارج، هيبقى طبعا اللون الكركديه ممكن تقطعيه قطع صغيرة زي كده ومع الورق وحطيه من الداخل. هيبقى العكس بقى، وتحط قشر البصل هو في المية، هيبقى طبعا اللون هيبقى في العكس، اللون الغالب هيبقى اللون الموف، واللون الضعيف هيبقى اللون ايه، قشر البصل اللي هو اللون الاصفر. حاول انك انت تبتكري، وممكن اعمل برضو ممكن ادخل الوان تانية. ممكن برضو احاول الون البيض بالبنجر، احط قطعة من البنجر بمكان الكركديه، برضو هتديك اللون مختلف شوية عن اللون اللي احنا شايفينه ده. ففي افكار حلوة قوي تدخل البهجة على حياتكم وتغير المود بتاع الروتين اللي احنا عايشينه. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وهوديكم الشكل النهائي بتاع البيض، شكله حلو قوي. ممكن تلونيه باللون الاحمر كمان، انك انت قلنا تحط البنجر هديك لون احمر، فممكن عاوزه تلوني كذا بيضه. البيض غالي طبعا، الفراعنه كانوا بيستخدموا، حريصين جدا بيستخدموا البيض، لان عندهم البيض هو منشأ الحياه او منبع الحياه، بالذات شم النسيم. هم كانوا بيفضلوا شم النسيم، وعندهم الاحتفالات شم النسيم دي من ايام الفراعنه يا جماعه، بيعتبروها ان مولد الحياه، ان شم النسيم ده مولد الحياه، او فصل اللي تبدأ فيه الحياة فعلا، ان الشتاء بيبقى فيه كمون وفيه هدوء، وبعد كده بيبتدي فيه حياة فعلا. بصوا الشكل يا جماعة جميل جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. هتلاقوا كل ما هو جديد، وان شاء الله قناتي تبقى مفيدة ليكم. أتمنى أن حياتكم كلها تبقى فرح وخير وازدهار، ومليانة بالورود والألوان الجميلة الزاهية. حاولوا أنكم انتوا تدخلوا البهجة على قلوب الأولاد في يوم جميل إن شاء الله. إن هناكل البيض وناكل الفسيخ وناكل الرنجة، نغير من الروتين، وخاصة إن الأولاد الفترة اللي جاية قادمين على امتحانات نهاية العام، فنلحق بقى نديهم انطباع كويس، أو يدخلوا على الامتحانات وهم مغيرين المود بتاعهم. فكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول أعياد شم النسيم وأعياد الربيع، أعاد الله عليكم السنة والأعياد كلها بالخير والفرح إن شاء الله. في نهاية الفيديو لا يسعني إلا أن أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله وأمنه وسلامته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.